بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي واخواتي، جمعة مباركة علينا وعليكم يا حبايبي وعلى أمة الإسلام يا رب. النهارده يا حبايبي عاملين كده أكلة جميلة كده بلمة الأحباب وولادي، ويا رب كده نتلم دايما في الفرح أنا وأنتوا والمسلمين يا رب. تعالوا نشوف، عملنا أكلة محشي كده جميلة. كان عندنا محشي بقى مفرزينه وقلنا نطلع بقى المحشي الجديد طلع. طيب هنبتدي بقى نجيب بصل. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الحبيب على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدا الفيديو ده الجميل ده النهارده. طيب عاملين جبنا بصله كده كبيره حلوه كده وقطعناها مكعبات وحمرناها تحمير ذهبي كده، ونزلنا عليها بطماطم حمرا سميكه كده عشان خاطر تبقى ما شاء الله حمرا وحلوه كده وتقيل الصلصه بتاعتنا. ماشي. طيب هنبتدي بقى نحط ورق لوري والبهارات بقى اللي احنا بنحبها، اللي هي الفلفل والكمون كزبره ناشفه، السبع بهارات، بابريكا والورق اللوري ونص معلقه سكر يا حبايبي عشان خاطر ما شاء الله نعادل الحموضه بتاعه الطماطم. طيب خلاص عملنا كده. طيب هنبتدي بقى نيجي نفرش بقى الارضيه بتاعه الحله بتاعتنا. هنفرشها نحط بقى بصله كبيره كده طرنشات، قرن فلفل، قرن طماطم الموجوده عندك حطي، ما بلزمكش باي حاجه، تدي طعم ونكهه جميله كده. وبعد كده يا حبايبي بعد ما سبكنا الطماطم جامد بالبهارات بتاعتنا وسبكناها حلوه كده، هنبتدي ننزل بالرز بتاعنا مغسلينه ومصفيينه تصفيه حلوه كده عشان ميبقاش في ميه. وبعد كده نزلنا على الرز. وبعد كده التوم بتاعنا دقين يعني 10 فصوص توم كده، قلبناهم في الرز مع الرز. وهننزل بالخضره بتاعتنا الجميله. الخضره ما شاء الله بقى الجميل، ما عدلناش حاجه بقى، الخضره كترت وما شاء الله، والجو الشتاء دخل علينا والخضره ما شاء الله بقت ماليه الدنيا ما شاء الله، وخضره مرعرعه وجميله كده. تجيب انا جبت 4 شدات، 2 كزبره، واحده شبت واحده بقدونس يشكلهم كده ما شاء الله. وعملت خضره جميله ليه كده، هو طعمه كله في الخضره والثوم يا جماعه، ولا بديله النكهه الجميله دي. تحط الثوم ني والخضره في الاخر زي ما انا بقول لكم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلتوا معايا لحد كده يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني باذن الله. ماشي يا حبايبي. البنات الحلوين المبتدئين لسه، اللي مش بيعرفوا لسه يلفوا الورق الكروم، البنوته بتاعتي اللي بتلفه لي بتلف زي يعني سهل جدا. انت بتقطع الورق بقى حتت يعني على قد المقاس الصباع بتاعك، وبنقطع الورق وبنجهزه كده بالمقص وبنسيبه، وبنبتدي نجر منه بقى ونلف المحشي بتاعنا الجميل ده ونبرمه ببرمه حلوه كده، ونرصه بقى في قلب قاع الحله، وتغيبي وتضغطي كده على المحشي عشان يعني يترص كده ياخد وضعه كده في قلب الحل. ماشي يا حبايبي. حاجه والله سهله وجميله، والمشي ان شاء الله ما عادش الجو حر وهيتاكل بقى ما شاء الله. الشتاء جاي وهيطلع بخيره بقى الشتاء من الخضره والزرع والحاجات الجميله والفاكهه والخضار. ماشي يا حبايبي. طيب لفينا اهوت، بنبتدي نلف اهوت بقى ما شاء الله الصوابع بتاعتنا الجميله دي ما شاء الله، ولفيناها كده لفه كويسه. ويا حبايبي بقى هنبتدي نولع عليها بقى يعني بنغلي ميه. انا مش بحط صلصه لا على فكره في الاخر، لو لقيت مش لونه مثلا احمر وكده ممكن احط معلقه صلصه في قلب الطماطم في قلب الميه السخنه، وانا بسقطها كده بقلبها فيها وبقوم ضايفاها على وش المحشي كده بتستوي يا حبيبي معاه. ماشي. طيب بعد كده بقى هنسويها بقى بعد كده يعني النار في الاول عاليه، وبعد كده لما بتبتدي بقى ما شاء الله نحط طبق كده فوق وش الحله عشان خاطر الصوابع بتاعتنا ما تتفككش من بعضها، ونحط الميه السخنه المغلي عشان يغلي بسرعه كده. وما ابتدي بقى يعني تحس كده ان بابك بسيط كده يعني لسه في فقاعات كده، هنشيل الطبق بقى وهنغطي عليه ونغطي عليه بالغطا ونسيبه على نار هاديه جدا. طيب احنا عندنا الفراخ النهارده بقى نعمل فراخ جنب المحشي. غسلناها غسله حلوه، حطيناها في ميه النقع بتاعتها، حلول النقع، لتر ميه، معلقه سكر، معلقتين دقيق، معلقتين ليمونه، عصره ليمونه، يعني معلقتين ملح، معلقتين سكر، لتر ميه، عصره الليمون. وبننقعها في محلول النقع ده، بننقع الفراخ بتاعتنا فيه ما شاء الله يبقى زفاره ولا اي حاجه. وبعد كده نديلها صدمه كده، بنغليها غلوه واحده في كميه ميه بسيطه كده، وبنطلعها بقى نحمرها نقلها في الزيت بقى ونحمرها في قلب الحله، ونحط بقى ميه مغليه عليها من الكتل كده بقى بصله كبيره كده لوري، ورق لوري، فلفل، حبهان مستكه، ونسيبها بقى على نار هاديه تستوي. طب هنعمل بقى شويه كوسه جميله برضو وعلت مسكره وحلوه ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جبنا بصله كده متوسطه معقوله،
وقطعنا برضو مكعبات صغيره وقدحنا الزيت وقمنا منزلينها، سخنا الزيت يعني ونزلنا البصله فيها وحطينا عليها البهارات ولوحناها بقى كده لما ريحه البهارات تطلع ما شاء الله تتحمص وتطلع كده. وبعد كده نزلنا بقى بالكوسه بتاعتنا، قلبناها تقلبتين ثلاثه كده لما ما شاء الله حسينا اللي ايه هتبتدي تنزل الميه بتاعتها. نزلنا بقى بالطماطم الحمراء الجميله دي. الطماطم دي اليومين دول ما شاء الله جميله، لا فيها لا بذر ولا هي كده ما شاء الله فاتحه ولا لا، ده لونها احمر جميل ما شاء الله طالعه جميله. فعلوا زر الجرس يا حبيبي عشان كل جديد يوصل لكم مني باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك يا حبايبي، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. هنسيبها بقى تتسبك، هنحط ورق لوري برده ونحط نص معلقه سكر والملح المعتاد بتاعنا اللي احنا بنحبه، ومعانا ايه كزبره وكمون وفلفل ماشي. ونسيبها بقى تستوي براحتها كده على نار هاديه وما نزودهاش ميه ولا حاجه الكوسه لانها من طبيعتها بتنزل ايه بتنزل ميتها ماشي يا حبايبي. وغرفنا الغدا بتاعتنا بقى، طلعنا حمرنا الفراخ بتاعتنا قلناها تاني حمرناها في الزيت وغرفنا عملنا رز برده ابيض والمحشي، واكله كانت جميله بلمه الاحباب والولاد. ربنا يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال ويبارك لنا في اولادنا احنا وانتم والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب دايما فيديوهات تعجبنا وتعجبكم وتنول اعجابكم، واشوفكم دايما على خير. مع السلامه.